بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الفانكشنز وشوفنا احنا ليه ممكن نحتاج ان احنا نكتب فانكشنز. في الحلقه دي هنشوف ازاي ممكن نكتب الفانكشن بقى في الكودينج بالجافا. في الحلقه اللي فاتت خدنا اكزامبل، قلنا لو كنت مثلا عايز اجيب اكس اس 10 زائد اكس اس 7 زائد 2 اكس اس 5 زائد 10 اكس اس 3، عملنا عشان اجيب الباور دي، عمليه الباور دي عملت لها لوب، فعملت لوب عشان اجيب الاكس اس 10 ولوب عشان اجيب الاكس اس 7 ولوب عشان اجيب 2 اكس اس 5 ولوب عشان اجيب ال 10 اكس اس 3. وقلنا طبعا ان انا هنا كده في كود متكرر كتير. الكود ده هو نفسه هو الفرق ما بينهم بس هو ان انا هنا بلف كام مره بناء على الاس. لو انا عايز اجيب اس 10 بلف 10 مرات، لو عايز اجيب اس 7 بلف 7 مرات. وللبيز اللي انا الحاجه اللي عايز اجيب ليها الاس، فمثلا هنا كانت اكس عشان كنت عايز اجيب اكس اس 10، وهنا كانت 2 اكس عشان كنت عايز اجيب 2 اكس الكل اس 5، وهنا كانت 10 اكس عشان كنت عايز اجيب 10 اكس الكل اس 3. لكن الكود غير كده هو نفسه. واتفقنا ان موضوع ان الكود يتكرر دي حاجه مش كويسه، لازم نحاول ان احنا نخلي الكود متنظم بطريقه احسن من كده. وده كان وظيفه الجافا. شفنا ان الجافا دي كانت وظيفه الفانكشنز، وشفنا ان الفانكشنز عباره عن تكون 4 حاجات. هي عباره اصلا عن كانها بروجرام مفصول، كانها بروجرام بره البروجرام بتاعي، بلاك بوكس. انا ما اعرفش هي بتعمل ايه، بس عندي حاجه كده بروجرام بستخدمه ليه اسم طبعا، فلازم بسمي البروجرام ده باسم، والبروجرام ده بيخش له بارامترز او بيخش له انبوتس وبيطلع لي اوتبوت، وهو جواه فيه شويه كود. فالفانكشن بتتكون من 4 حاجات، بتتكون من اسم ليها بارامترز بتخش لها وبتطلع لي اوتبوت واحد، وفي كود جوه الفانكشن ديت اللي هي الشغل بتاعها. طيب تعالوا نشوف بقى، لو انا عايز اعمل دلوقتي فانكشن، كاني عايز اعمل بروجرام تاني، هو طبعا مش بروجرام تاني، كاني عايز اعمل بروجرام جوه البروجرام بتاعي. ياخد حاجتين، هياخد 2 بارامترز، هياخد الحاجه اللي انا عايز اجيب الاساس اللي انا عايز اجيب الاس ليه، وهياخد الاس. يعني مثلا لو عايز اجيب 2 اس 3 هياخد 2 و3، ويطلع لي اوتبوت، يطلع لي نتيجه عمليه الباور دي اللي هي 8، وهيبقى فيه طبعا جوه كود ليها. طيب تعالوا نشوف الجافا ممكن ازاي نكتب الفانكشن دي. الفانكشنز في الجافا بتتكتب قبل المين، لان احنا طورناها، قلنا احنا عارفين ان البروجرام بتاعك بيتكتب جوه المين. طيب احنا قلنا كانها حاجه بره البروجرام بتاعك، حاجه مفصوله بره البروجرام بتاعك، كانها تاني باكد بقول كانها بروجرام لوحده. فبالتالي هنعمل لها حاجه بره المين دي، بره السطر المين اللي انا بكتب جواه الكود بتاعي. المين دي على فكره ما هي الا فانكشن، فاحنا هنعمل فانكشن زي المين. طيب الفانكشن بتتعمل ازاي في الجافا؟ في الاول بتكتب public static، وهنفهم قدام يعني ايه public ويعني ايه static، بس خلينا دلوقتي نتفق ان انت لو عايز تعمل فانكشن بتكتب في الاول الكلمتين دول public static. بعد كده بتكتب اسم الفانكشن. احنا قلنا ان الفانكشن بتتكون اول حاجه من اسم، تاني حاجه بارامترز، تالت حاجه الاوتبوت اللي بترجعه، رابع حاجه الكود. اول حاجه الاسم، فهنكتب اسم الفانكشن. الفانكشن اسمها باور مثلا، انا عايز اعمل فانكشن اسمها باور. ليه بسميها اسم؟ علشان لما احب استخدمها اناديها باسمها زي ما هنشوف كمان شويه. طيب تاني حاجه بعد الاسم قلنا بارامترز. الفانكشن في انبوتس هي بتاخدها، او في بارامترز الفانكشنز دي بتاخدها. البارامترز بتتكتب ازاي؟ بتتحط ما بين قوسين كده، جوه القوسين دول بنكتب البارامترز اللي الفانكشن بتاخدها. حاله الفانكشن بتاعتنا اللي اسمها باور هتاخد كام انبوت او كام بارامتر؟ هتاخد 2 بارامترز، الاساس والايه والاس. هتاخد الاساس وهتاخد الاس. فهنعرف 2 فاريبلز، واحد اسمه بيز اللي هو الاساس، وفاريبل تاني اسمه اكسبوننت اللي هو الاس. يبقى كده الفانكشن دي اللي اسمها باور بتاخد 2 بارامترز. البارامتر الاولاني نوعه انتجر، كاني بعرف فاريبل وكاني بعرف فاريبل تاني. بتاخد 2 فاريبلز او 2 بارامترز، واحد اسمه بيز والتاني اسمه كومبوننت، والاثنين نوعهم انتجرز. كويس. يبقى البروجرام بتاعي البلاك بوكس بتاعي دوت ليه 2 انبوتس، الانبوت الاولاني انتجر اسمه بيز، والانبوت الثاني انتجر برضو واسمه اكسبوننت. طيب كده انا عرفت اسم الفانكشن، عرفت البارامترز اللي بتخش لها. طيب ايه الاوتبوت اللي هي بترجعها الفانكشن ديت؟ بترجع لي اوتبوت اللي هو نتيجه الباور دي. طب الاوتبوت ده نوعه ايه؟ نوعه انتجر. انت لو عايز تجيب 2 اس 3 هتبقى الاثنين انتجرز، يعني انتجر اس انتجر هيرجع لك اكيد انتجر، فالنتيجه بتاعتي نوعها انتجر. فبكتب قبل كلمه باور، قبل اسم الفانكشن، بكتب نوع النتيجه اللي هترجعها الفانكشن ديت. فهتلاقي ان نفس الشكل اللي كان مرسوم هنا، انت عندك اوتبوت اسم بارامترز، هتلاقي بنفس الترتيب
الاوتبوت نوعه انتجر، اسم الفانكشن، ودي البارامترز اللي بتاخدها. يبقى ده كانه هو البلاك بوكس بتاعي او هو البروجرام بتاعي. البروجرام ده بيخش له انبوتس، بيخش له 2 انبوتس، واحد اسمه بيز والتاني اسمه اكسبوننت، وبيطلع لي اوتبوت او ريزلت. الريزلت دي نوعها ايه؟ نوعها انتجر. لو لاحظنا هنلاقي ان الانبوتس بتعرفها هنا وبتعرف له التايب بتاعها وبتديها اسم، لكن الاوتبوت ما بتديلوش اسم. ليه؟ لان الانبوتس ديت هتستخدمها جوه البروجرام بتاعك، لكن الاوتبوت هنشوف كمان شويه ان انت لسه مش عارف هو هيبقى اسمه ايه. طيب كده احنا عرفنا اسم الفانكشن، عرفنا البارامترز، وعرفنا نوع الاوتبوت. اتفضل لنا رابع حاجه. احنا قلنا الفانكشن بتتكون من 4 حاجات، اسم وبارامترز واوتبوت، ورابع حاجه الكود نفسه بقى. الكود نفسه اللي الفانكشن هتعمله ده بيتحط ما بين قوسين زي دول كده، زي القوسين اللي كانوا موجودين للاف وللفور، وزي القوسين الموجودين في المين تحت. دول قوسين، القوسين دول بيبقى جوه منهم الكود بتاع الفانكشن ديت. طيب الفانكشن دي اللي هي باور دي المفروض تعمل ايه؟ المفروض تجيب البيز اس الاكسبوننت، صح ولا لا؟ طيب نفس الشغل اللي عملناه في الحلقه اللي فاتت. عشان اجيب مثلا اكس اس 10 هعمل زيه هنا بالظبط. هعمل فاريبل اسمه مثلا باور ريزلت، هيبدا بواحد زي ما قلنا المره اللي فاتت، هلوب بعدد الاكسبوننت. فانا لو عايز اجيب اس 10 هلف 10 مرات، لو انا عايز اجيب اس 5 هلف 5 مرات، وهكذا. فهعمل لوب بيلف طول ما الاي اصغر من الاكسبوننت واي بلس بلس، بناء بقى على الاكسبوننت اللي داخله هلف جوه بعدد من مرات الاكسبوننت ديت. جوه اللوب ده هتعمل ايه؟ هقول له باور ريزلت بتساوي باور ريزلت في مين؟ في البيز. فكده انا بضرب البيز في نفسها عدد مرات بتساوي عدد الاكسبوننت. احنا لما شفنا الكود بتاع الاس ده المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، قلنا ان الفرق ما بينهم كان انا هلف كام مره، اللي هو الاكسبوننت الاس بتاعي ده كان لف 10 مرات عشان ده كان عايز يجيب اس 10، ده لف 7 مرات عشان عايز يجيب اس 7. وتاني حاجه كان البيز انا بضرب في كام كل مره. هنا كنت بضرب في اكس عشان كنت عايز اجيب اكس اس كذا، هنا ضربت في 2 اكس عشان كنت عايز اجيب 2 اكس اس كذا اللي هي البيز. فهنا بضرب في البيز واللوب بتاعي بيلف على الاكسبوننت. شفت ايه الكود اللي عندي اللي بيتكرر، ايه المتغيرات اللي موجوده فيه، وحطيتها في فانكشن، والمتغيرات ديت اعتبرتها هي ديت الانبوتس اللي بتخش للفانكشن، هي دي البارامترز اللي بتخش للفانكشن. فالمفروض ان كود الباور ده لما يشتغل، والله لو دخل الكود ده يشتغل كان البيز ب2 وكان الاكسبوننت ب3 مثلا، هيحصل ايه؟ هيعمل فاريبل اسمه كذا، الفاليو بتاعته بواحد، هيلف 3 مرات لان الاكسبوننت هتبقى ساعتها ب3، الفاريبل ده هيبقى قيمته 3، فهيلف في اللوب ده 3 مرات. في كل مره هيضرب الباور ريزلت في البيز، فهيضرب اول مره 1 في 2 ب2، ثاني مره يخش الباور ريزلت بقت ب2 هيضربها في 2 تاني تبقى ب4، يخش المره الثالثه باور ريزلت بقت ب4 يضربها في 2 تبقى ب8. هيطلع من اللوب ده مع الباور ريزلت. الباور ريزلت دي فيها نتيجه الباور اللي هو كان عايز يعملها. فساعتها انا دلوقتي المفروض الفانكشن بعد ما تخلص شغلها ترجع تريتيرن الريزلت، المفروض تريتيرن الريزلت. طيب انا هنا عندي كام فاريبل؟ في فاريبل او باور ريزلت، وعندي فاريبل تاني اسمه اي، وفاريبل اسمه بيز، وفاريبل اسمه اكسبوننت. هل الفانكشن تقدر تعرف مين اللي ممكن ترجعه فيهم؟ لا، احنا اتفقنا ان الكمبيوتر غبي، مش هتفهم لوحدها انهي فاريبل في دولت اللي المفروض تكون هو دوت الريزلت بتاعت الفانكشن، الاوتبوت بتاعت الفانكشن. فلازم انا بنفسي اعرفه، اقول له والله رجع الحاجه الفلانيه. فهقول له ريتيرن يعني رجع الفانكشن ديت، رجعي الاوتبوت بتاعك، الاوتبوت اللي انت هتطلعيه هو مين؟ هو الباور ريزلت. كده الاوتبوت اللي هيطلع من الفانكشن هيبقى هو مين؟ هيبقى هو الباور ريزلت. قيمه الباور ريزلت هي دي اللي هتريتيرن. لو كنت قلت ريتيرن بيز يبقى كان ساعتها هيرجع لي البيز اللي انا مدخله اصلا، فلما بعت 2 هيرجع لي 2. لو قلت له ريتيرن اكسبوننت كان ساعتها هيرجع لي الاكسبوننت اللي انا مدخله، لو مدخله 3 يبقى الفانكشن دي كانت هترجع لي 3. لكن انا قلت له رجع الباور ريزلت يبقى ساعتها هيريتيرن الفاليو اللي موجوده في الفاريبل اللي اسمه باور ريزلت. والباور ريزلت ده نوع انتجر، احنا كنا قايلين ان الفانكشن ديت كمان بترجع انتجر. كده احنا عرفنا الفانكشن في الكود. عرفناها تاني ازاي؟
جينا قبل المين، قبل البروجرام بتاعي ما يبدا، عملت فانكشن. الفانكشن دي اديت لها اسم، عرفت البارامترز اللي بتاخدها، بتاخد 2 بارامترز، الاثنين نوعهم الاولاني انتجر والتاني برضو انتجر. بترجع ريزلت، الريزلت دي نوعها ايه؟ قلت له نوعها انتجر. طيب وبعدين عملت ايه؟ كتبت الكود بتاعي اللي انا عايز الفانكشن دي تعمله كانه بروجرام. يعني تخيل انت، تخيل انا بقول لك اعمل بروجرام، البروجرام ده بيحسب حاجه اس حاجه. البروجرام ده بياخد 2 انبوت، البيز والاكسبوننت، وبيجيب البيز اس الاكسبوننت. هتعمل ايه؟ كتبت الكود بتاعها، ده الكود اللي بيجيب البيز اس الاكسبوننت. وبعد كده انت المفروض البرنامج بتاعك بيرجع اوتبوت. الاوتبوت بتاعك ايه هو؟ بتقول له ريتيرن الحاجه الفلانيه اللي هي ديت النتيجه بتاعه الفانكشن. كده انا اكون عرفت الفانكشن. اتفضل بقى ان انا ايه؟ استخدم الفانكشن دي جوه الكود بتاعي. نرجع للبروجرام بتاعنا، ده البروجرام اللي تحت اللي احنا كنا كاتبينه المره اللي فاتت. اقدر بقى دلوقتي اشيل كل اللوبس ديت اللي انا اعملها. اول لوب مثلا ده كان بيجيب اكس اس 10. والله لو انا دلوقتي عايز اجيب اكس اس 10، اقول له انت في 1 بتساوي، انادي بقى على الايه؟ على البروجرام بتاعي اللي انا عملته ده، او على الفانكشن اللي انا عملتها دي. استخدمها ازاي؟ هنادي عليها. انادي عليها بايه؟ باسمها. عشان كده احنا سميناها، اديناها اسم ليه؟ عشان لما احب استخدمها اناديها باسمها. هنادي على الفانكشن باسمها، هقول له باور. كده انا ناديت على الفانكشن. الفانكشن دي بتاخد بارامترز. ايه البارامترز بتاخدها؟ بتاخد الاساس والاس. الاساس بتاعي ايه؟ انا عايز اجيب اكس اس 10، يبقى الاساس هو الاكس، كوما الحاجه الثانيه 10، يبقى هتاخد الاكس وتاخد ال10. يبقى البيز هيبقى بالفاليو بتاعت الاكس، والاكسبوننت هيبقى ب10، والباور دي هترجع لي ريزلت. الريزلت دي انا هسيبها بعد كده في فاريبل اسمه v1. كده v1 هيبقى فيه نتيجه اكس اس 10. ما احتجتش ان انا اكتب اللوب تاني، استخدمت على طول البروجرام التاني اللي انا عامله بره، او الفانكشن اللي انا عاملها بره اللي هقدر اناديها عشان ترجع لي النتيجه. طيب عايز اجيب هنا اكس اس 7، نفس الكلام، هشيل الكود ده، هقول له انت في 2 بتساوي. عايز انادي على البروجرام اللي اسمه باور، او على الفانكشن اللي اسمها باور. الباور دي تاخد ايه؟ انا عايز اجيب اكس اس 7، يبقى اكس و7، يبقى اكس و7 دي. يبقى كده هتنادي الشغل اللي موجود جوه الفانكشن ديت، تعمل الشغل اللي موجود جوه ده، وبعد ما تعمله هترجع النتيجه اللي هترجع لي من الباور، هحطها في فاريبل اسمه v2. طيب بعد كده عايز اجيب 2 اكس اس 5، هي دي 2 اكس اس 5. خلاص هاجي هنا اقول له انت v3 بتساوي باور 2 اكس، 2 في اكس اس كام؟ اس 5، يبقى هو 5، واشيل الكود ده. طيب بعد كده عايز اجيب 10 اكس اس 3، خلاص هقوم قايل له انت v4 equal power 10 في اكس و3 اس 3. ناديت على الفانكشن اسمها، اديت لها اول حاجه 10 في اكس، وتاني بارامتر هو 3، هترجع لي النتيجه، هحطها في فاريبل اسمه v4، واقدر دلوقتي اشيل الكود بتاع v4. وبعد كده نفس الكود هو result equal v1 زائد v2 زائد v3 زائد v4، وبرنت الريزلت دي. استفدنا ايه؟ استفدنا ان الكود عندي ما بقاش فيه عندي لوبس كتيره. الكود اللي كان متكرر ما بقاش متكرر، اتكتب مره واحده بس، كتبته مره واحده بس، وبعد كده كل مره بقيت بستخدمه جوه الكود بتاعي. لو جينا عملنا ران البروجرام، البروجرام دلوقتي اول ما بدا مستني مني انبوت الاكس، هدخله مثلا الاكس ب2، راح طبع لي في الاخر النتيجه. عمل ايه؟ اخذ الاكس ب2، عمل فاريبل اسمه v1، حط في قيمه نادى على باور وبعت لها 2 و10، وبعد كده نادى على باور وبعت لها 2 و7، وبعد كده بعت لها باور وبعت لها 4 و5، وبعد كده نادى على باور وبعت لها 20 و3. والنتائج دي كلها الباور كانت بترجع له كل مره النتيجه، حطها في الفاريبل، وفي الاخر جمع الفاريبلز ديت وحطها في فاريبل اسمه ريزلت، وطبع الريزلت ده. فعلشان نكتب فانكشن، تكتب في الاول public static، ودي قلنا هنفهمها بعدين يعني ايه، بتعرف اسم الفانكشن ايه عشان تعرف تستخدمها بعد كده.
بتشوف البارامترز اللي الفانكشن دي بتاخدها، ممكن تاخد اكتر من بارامتر زي ما شفنا كده، وبنفصل ما بينهم بالكوما. كل بارامتر بتحدد نوعه واسمه اللي هو كانه الانبوت اللي داخل البروجرام بتاعك. بتقول نوع الاوتبوت اللي بيطلعه ايه، تكتب الكود بتاعك ده كده. يعني تخلي نفسك وانت بتكتب الفانكشن كانك مش شايف اي حاجه من بقيه البروجرام تحت، انت شايف اللي جوه هنا بس. تكتب البروجرام بتاعك وبعد كده بتريتيرن النتيجه اللي انت عايز ترجعها. وعشان تستخدم الفانكشن ديت اللي اسمها باور او اي فانكشن انت بتعملها، بتناديها كده اهوت، بتكتب اسم الفانكشن وبتبعت له الانبوتس او البارامترز اللي هو بياخدها، وهو بيرجع لك الاوتبوت. انت ممكن تاخده في اي فاريبل. استفدنا ايه؟ استفدنا ان انا الكود المتكرر اتكتب مره واحده بس. لو حبيت اغير في الكود ده لقيت فيه غلطه، بدل الواحد دي كان المفروض تبقى 0، هقوم مغيرها مره واحده، مش هغيرها في 10 اماكن. والله اكتشفت ان انا كان المفروض ان دي بدل ما هي اصغر تبقى اصغر من او يساوي، هغيرها في مكان واحد بس، مش هغير في 100 مكان. الكود بقى منظم اكتر، بقى مفصول. لما حد يجي يقرا الكود ده هيعرف ان في فانكشن بتعمل الباور، عايز اصلح فيها او عايز اشوفها بتعمل ايه، هروح ادور على الفانكشن دي فوق وابص عليها. بقى الكود منظم، بقى الكود صغير، بقى الدنيا متنظمه احسن من الاول. في الحلقه الجايه هنشوف اكزامبلز اكتر على الفانكشنز، ونشوف تفاصيل اكتر عن الفانكشنز كمان.